اهلا بيكم يا جماعه، فيديو جديد تاني وفيديو جديد تاني مختلف. معاكم كريم حسن من قناه كريم حسن. النهارده فيديو جديد بس مش مختلف. النهارده هنجرب مطعم فرنون لبيتزا. مطعم فرنون لبيتزا مطعم فاتح جديد، مش جديد او جديد والله ما اعرف، هو فاتح يعني في النص بين الاثنين كده. اسعاره حلوه جدا، وباننا في الفتره ديت طبعا كله بيمر بكساد اقتصادي رهيب، فاسعار المطعم ده في المرتاح شويه وبيعمل بيتزا حلوه بسعر حنين. فجبنا من عنده اوفر النهارده كده نجربه، اوفر حلو كده ب 150 جنيه مع ابلكيشن طاوله بيتزايتين. اتكلم ليه؟ تعالوا نشوف على طول. ده الاوفر اللي بنتكلم عليه. بس قبل ما تشوف اي حاجه انزل اخبطنا سبسكرايب في القناه. 90% اللي بيتفرجوا على القناه بيتفرجوا على الفيديوهات عموما مش عاملين سبسكرايب، فانت انزل اعمل سبسكرايب عشان تبقى معانا على طول وتشجعنا ان احنا نكمل معاك على طول. تمام، نشوف بقى الحاجه دي. اول حاجه معانا الا وهي بيتزا شيش طاووق. تمام، بيتزا شيش طاووق وصف، ودي بيتزا كرانشي كبيره. دي بصراحه شكل حجمها حلو يعني، حجمها كبير وكويسه. وبيجي مع الاوفر ده 2 كولسلو و3 عصير من نوع اسمه ده كده، عصير من نوع اسمه فاكيتا. مش وحش ومش جامد، طعمه زي بس على فكره بالظبط يعني، ما حسيتش باختلاف كتير. والله طعمه حلو مش وحش، طعم المانجا بتاعه حلو. مشكله بس صغيره كده، هو واقع في نقطه صغيره، مفيش معلقه للكولسلو، فانا مش عارف اكل الكولسلو ازاي. بس تعالوا كده ايه، مش واحده واحده، يلا بينا ندوق. نخش بقى باول بيتزايه معانا وهي بيتزايه شيش طاووق. بيتزا بصراحه شكلها حلو وحجمها وسط حلوه. البيتزا من غير الاوفر تقريبا 67 جنيه تقريبا. حجمها وسط، حجمها بصراحه حلو، تكفي فرد يعني، تكفي فرد مرتاح. شكلها من ورا واخد تحميصه حلوه كده. شكل العجينه كويسه، العجينه البان الصغيره مش تخينه. يلا بينا ندوق، بسم الله. فيها مشروم كمان اهوت، في المشروم طعمه حلو، مشروم معلب بس نوع حلو يعني، مش نوع وحش. فيها مشروم كتير على فكره، فيها مشروم كتير، فراخ كتير، فلفل الوان، جبن كتير. الصلصه بتاعتها حلوه قوي وباينه تحت بصراحه، والعجينه حلوه، العجينه حلوه يعني. تعالوا ندوق كده الحته دي عشان نشوف العجينه بتقول لي برده في الاخر. بس بصوا العجينه هشه ازاي، هشه يعني متخمره حلو. تعالوا ندوق، موزه حلو، طعمها حلو. جاي معاها 3 كاتشب. دي عايزه معاها بقى ديبنج صوص كده، اي حاجه وتدب وتدوق. تعالوا ندوق بقى كولسلو، مش عارف ادوق ازاي. تعالوا ندوق كده بقى، مفيش معلم في الاستوديو، نعمل ايه؟ ندوق بقى كولسلو. عايز اوريكم بس حاجه كده. كولسلو باين قوي ان هو فريش، الخضار بتاعه فريش، الصوص بتاعه حلو بصراحه، طعمه حلو يعني. الكولسلو انا مش شايف فيه عيب، طعمه حلو فريش يعني. لا بصراحه كولسلو يعتبر كولسلو منافس. البيتزا حلوه حلو. تعالوا بقى ندوق البيتزا الجايه عشان نلخص لكم التجربه. نخش بقى على بيتزا السوبر كرانشي العائلي. وبص حاطط على كل حته تربسايه كامله كده، حاطط يعني حته 2 3 4 5 6 7 8 9 10، حاطط 10 حتت ستريبس حجمهم محترم يعني. كل قطعه عليها واحده، وتقريبا دي زياده في النص كده، دي زياده من قطعتين، ودي محطوطه كده ايه، مجمعه كله في بعضه. تعالوا ندوق الستريبس لوحدها كده ونشوف. بصوا يا جماعه، هي مش ستريبس قوي على قد ما هي تشيكن فينجر يعني. بصوا دي الفرخه اللي جوه البريدنج يعني، في الفرخه قد ايه، بس هو شريحه شاورما كده. بس طعم البريدنج حلو، مش مضايقاني خالص مع الفراخ يعني، تحس بطعم الفراخ عادي وانت بتاكل. بس هي التشيكن فينجرز مش ستريبس، دول اكبر بصراحه يعني. الحتتين ازاي دول كانوا صغيرين، دول اكبر، فاكيد الفراخ جواهم اكتر. تعالوا ندوق بقى البيتزا كلها على بعضيها. تعتبر بيتزا مشكل جبن وعليها من فوق الايه، الاستريبسات دي. تعالوا ندوق يلا، بسم الله. بصوا يا جماعه، العجينه بتاعته حلوه، والصلصه بتاعته حلوه، والجبن حلوه، وميكس الفلفل الالوان اللي بيستخدموه ده فوق ده حلو. فهي البيتزايه كده كده باي حاجه تبقى حلوه، لان الجبن حلوه والعجينه حلوه والصلصه حلوه، فاي حاجه تتحط ثانيه بقى دي اللي عليها الكلام. فالفراخ والمشروم هنا في الشيش طاووق كانت حلوه جدا، بس مش شيش طاووق بس، كانت حلوه جدا. دي برضه حلوه جدا جامده. الفكره بس ان انا الكرانش كده مش داخل دماغي قوي. لو كان قطع اصغر شويه، قطع اصغر شويه ومرشوش عليها كان هيبقى احسن، فاهمني، بدل ما هي بالطول كده. بس شكله حلو يعني، طعمه حلو، وشكله كمان حلو مش وحش. وبصراحه البيتزا يعني انا شايف ما فيهاش عيب يعني. ندوق تاني كده. هنا حتى العجينه بان تخينه، مش صغيره مش رفيعه. بصوا العجينه هنا اضخم بكتير من الثانيه، طريه يعني. بصوا العجينه من ورا كده، العجينه طريه جدا، فحلوه جدا. البان احلى ولا السليم اللي فاتت دي احلى ولا دي؟ لا انا شايف ان العجينه دي حلوه. انا هنا حاسس بطبقات العجينه، مع اني اصلا في العادي بحب السليم ما بحبش البان. فالثانيه حلوه وطعم المكونات باين قوي فيها عشان سليم. هنا بقى طعم العجينه باين حلو قوي، والجبنه اللي عليها حلوه، الصوص طعمها حلو، كل حاجه حلوه. تعالوا بقى نلخص التجربه بعد ما خلصنا بقى. اقول لكم بقى الخلاصه. فرنون البيتزا حلوه ولا لا؟ حلو جدا ومطعم جامد. العجينه حلوه، الصلصه حلوه، المكونات اللي بيحطها نظيفه مش حاجه تعبانه، وكمان عامل براندنج لنفسه زي ما انتم شايفين، اللوجو على الكرتون، اللوجو على الكيس، اللوجو على كل حاجه. فده بيديك ان المطعم فاين دايننج شويه، المطعم نظيف يعني. سعر بقى كسعر انا شايفه بصراحه جامد. 150 جنيه بيتزايتين زي دول، وثلاثه بيست واثنين كولسلو يعني، وجبه الفردين كل واحد في 75 جنيه، وتاكل وتتكتب يعني. كل واحد ياكل نص بيتزا من دي نص بيتزا من دي، لا تاكل وتقوم مكتوم. بصراحه اكل حلو جدا، السعر مرتاح في وسط الاسعار اللي احنا شايفينها دي. بيتزا بالسعر ده لا جامد. وانا بصراحه الفتره الجايه دي هجرب منه كذا حاجه. ممكن اعمل لكم فيديو المنيو الكامل بتاعه، لو عايزين برضه تشوفوا المنيو الكامل انزل اخبطنا لايك شير سبسكرايب عشان نعمل لكم فيديو المنيو الكامل، وقولوا تحت في الكومنتات نعمله ولا ما نعملوش. وهنجيب عنده كمان كريبات وعنده كمان سندوتشات لو عايزين برضه نجربها. تمام، تسطروا لنا رايك تحت في الكومنتات، وتخبطنا اللايك والشير والسبسكرايب. تاني اكد لك تاني على السبسكرايب عشان انتوا بتعملوا سبسكرايب بقالكم كتير، عشان ما بقولش اهو، بقيت بقول اهو عشان تنزل تعمل سبسكرايب دلوقتي. انزل سبسكرايب ويلا سلام.